نمسك اعصابنا ونهدى شويه، عشان لو طلقه طلعت بالغلط كلنا هنموت. رد يا لطفي. الو. يا حاج. ايوه تامر، انت فين؟ لا رموني عند البيت. هو ايه اللي بيحصل يا حاج بالظبط؟ ما تفهمني. مش وقت رغي دلوقتي يا تامر. يعني ايه؟ انا بعت لك تذكره على الواتساب، تاخد باسبورك وتطلع على المطار. اول ما توصل كلمني طمني. ما تفهمني ايه اللي بيحصل يا لطفي؟ انا كده عملت اللي عليا يا لطفي، جيت دور عليك. طب انا في ايدي ايه اعمله لك بعد ما اتفقت مع زناتي؟ سلم لي زناتي. سلمك زناتي انا سلمك ابني، يبقى انا استفدت ايه؟ ده انا عملت كل اللي انا عملته ده عشان ابني. انت ابنك ما يلزمنيش في حاجه، ابنك سجنه اللي هيأخر ولا قدم حاجه بالنسبه لي، لكن رقبتي اللي هيحلها رقبه زناتي. طب والواد؟ عندي وثاق سليم. هسلم لي زناتي اسلمك ابنك، وعشان تتاكد من كلامي هقول لك نطلعه زي بره البلد دي قبل ما نضرب ضربتنا. قلت ايه؟ سليم عنده حق. من ساعة المصيبة اللي عملها تامر ابني واحنا كل يوم بنتورط اكتر من اليوم اللي قبله، والسلاح اللي في ايدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا. امال اللي هيخرجنا يا حاج؟ انك تتفق مع الباشا؟ انا مش اول واحد يتفق يا زناتي، وبعدين ما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشوار. وصلنا لايه؟ اسمع كلام عمك الحاج يا زناتي، احنا من الاول اصلا مفيش بينا عداوه، بس بعد اللي عمله ابن لطفي كلنا اتصرفنا بغشوميه، واولكم انا. تغشمنا؟ اتغشمنا، بدل القتيل بقوا 2 و3 و4، ويا عالم مين اللي جاي. مش قادر اصدقك يا حضرة الظابط. ليه يا متر؟ ده انا جاي لحد عندك عشان نشوف حل يرضينا كلنا. يا ريت، بس ازاي؟ عيب، ده انت محامي كبير وهتفهم الكلام. اسمعوا كلامي بعدين متر يحكم. السلاح اللي احنا رافعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجه، نزلوا سلاح احسن. بيروت على الطلاق. انا ما فاهم حاجه. ايه ده؟ طب انت انا مش بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ حصل حته دين تربايه يا ده شادي، ما خطفوني وودوني في مكان غريب كده، كانوا هيغتصبوني بس انا قاومت. مالك يا شادي انت عامل كده ليه؟ طيب بص بقى، انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتدي حياتك من اول وجديد، وبكره تحصلني على بيروت. ماشي يا عم؟ يا شادي في ايه؟ اسمع كلام اخوك. مش انا اخوك ولا ايه؟ واكتر من اخويا كمان يا تامر. عشان كده الخيانه لما بتيجي من الاخ بتبقى مره قوي يا صاحبي. عمري ما كنت اتخيل ان يوم ما هتوجع من اقرب الناس ليا. عشان كده الوجع تمنه هيبقى غالي أوي يا صاحبي. ليه عملت فيا كده يا جماعة؟ ليه؟ ده انا اخوك. هو انا مش كنت بقول لك اني خايف اكون لوحدي؟ شفت؟ بغبائك خلتني لوحدي. انت جاي تلعب بينا يا جدع انت ولا ايه؟ لا يا زناتي، انا جاي اجيب لكم حل يرضينا كلنا بالقانون. القانون محتاج متهم علشان يحاكمه يا سليم بيه. موجود. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موتنا ده يخص تامر، وتامر شويه هيطلع بره البلد لحد ما الحكم يسقط عليه، وانا اتفقت كده مع الحاج لطفي. يفضل ايه؟ يفضل كتير. موت زياد يخص زناتي. نعم اخويا،
انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي، ما تقول كلام يدخل العقل يا سليم بيه. جرايه متر، هو انا بقول حاجه غير الحقيقه؟ مش زنات اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موتته، والبهوات شركاتي في كل حاجه، يعني ما قدروش يبيعوني، واولهم الحاج اللي جيت اتفق معاك ده. ومين قال اللي انا عايزهم يبيعوك يا زناتي؟ امال ايه يعني؟ عايزنا ندخل السجن يا جماعه عشان سعادتك تتبسط وترتاح؟ لا يا زناتي، احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهاده واحده نقولها قدام النيابه. اللي قتل زياد هو المرحوم رفاعي. ايه الجنان ده؟ ورفاعي يقتل زياد ليه؟ استنى يا معالي النايب، كمل يا سليم بيه. اهو المتر فهمني اهو. لازمته ايه بقى حد يتاذي فينا بسبب زياد؟ ما رفاعي هيشيلها وبرضه مش هيتاذي عشان خلاص مات. احنا زي ما جاتلناش الفكره العبقريه المجنونه دي. عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض. مفيش مره واحده فكرنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف حل. ايه يا متر، انت هتصدق الهلاوسه اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي. استنى ايه تاني؟ لما تسلموني؟ وانا اسلمك ليه يا زناتي؟ انا ما يهمنيش مين اللي قتل زياد. انا اللي يهمني الناس براءتي. انا عارف ان انت قتلت زياد، زي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتيسن، بس كل ده ما يهمنيش. انا اللي يهمني دلوقتي الناس بتحقي. وانا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بمليه. انا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معايا انك اتهجمت علينا، وانا موتك دفاع عن النفس، وهي مش اول ولا اخر مره يشهدوا زور يعني. انتوا ايه؟ مش متفقين مع بعض؟ نعم، متفق مع مين وفي ايه بالظبط؟ اسمع زناتي، انا عارف انك متفق مع سليم تديله الفيديو ورفاعي يشيل قضيه زياد. ما حصلش. مش قلت لكم الجدع ده بيلعب بينا؟ ايه الحكايه يا سليم بيه؟ الحكايه خلصت خلاص يا لطفي. نزل سلاحك انت وهو. نزلوا سلاحكم. نزل سلاحك يا زناتي. انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف، بس انت كمان لازم تشوف ان مش زنات اللي هيروح اوانطه، ولو حد فيكم قرب خطوه كمان هفرتك دماغ صاحبك اللي انت متفق معاه ده، انت فاهم؟ اللعبة خلصت خلاص يا زناتي، وانت كده كده رايح. نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم. مش هروح لوحدي، ولو كنت فاكر انتوا هتلعبوها بشوات مع بعض وهيشيلها الامين الغلبان تبقى غلطان. انا مش هروح لوحدي، انت فاهم؟ ومش هغرق لوحدي. لو هنغرق كلنا، يعني عليا وعلى اعدائي. زناتي، الحكاية خلاص ما فيهاش امين وظابط. اللي غلط هيتحاسب. ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم يتحاسب. هو سليم ده احسن مني في ايه؟ اهدى يا زناتي، اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش يا ده، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي، خلينا نعرف نتكلم. اهدى. اكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه، ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. هو فين؟ هو مين؟ المايك ده عهده. هو ده اللي همك؟ اتفضل يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. مش هوصيك يا سليم، انا عاوز اعترافات واضحه. مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. متقلقش يا باشا، هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش عماد بيه تعبني قد ايه لحد ما وافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي. حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته ان الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله.
كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع ثمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا أسليم هيدفعوا في الآخرة. أظن أنا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير إن أنا أقبض على ابن لطفي أبو المجد عشان حق ندى، والشكل ده أبقى خلصت من القضية دي خالص. سليم، شغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير. حتى لو أنا اقتنعت إنك بريء، ما أعتقدش إن ده هيغير في موقفك القانوني في حاجة. افرض وساعدتني اجيب دليل براءتي. إزاي؟ انا عندي خطه ممكن نجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم ان هم اللي عملوا كل ده، بس عشان ده يحصل محتاجين اذن من النيابه، وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني. انت كده عملت اللي عليك. ابن لطفي ده بتاعنا، انا اللي هجيبه. تيجي بالمهم. اتفضل يا باشا. تامر، رد عليه، رد عليا يا تامر، فتح عينك بص عليه، اوعى تموت. لا لا يا تامر، بص ايدك، كل ده عشان ما حدش يأذيك. بص ايدك، بص ايدك يا محمود. تعاقبني انا، عاقبني، بس سيبوني يا رب، سيبوني يا رب، ما عنديش غير. هاتلي. يا شريف بيه، أنا مجرد مستشار قانوني، وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع أسرار موكلي بره أبدا. طب والشهادة الزور؟ التستر على مجرم هربان من العدالة وإخفاء الأدلة. عملت كل ده عشان أحمدني، اللي ما عنديش غيره، بس ربنا خده مني، خده عشان يربيني. ما هو قولك في طهارة النائب تميم زهدي في الأمر؟ الحقيقة تميم كان معايا خطوة بخطوة، هو كان على دراية بكل حاجة. أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام المحامين ده، مش هينفعك بحاجة. لا، هقول لحضرتك على كل حاجة. اكتب يا ابني. يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النيابة. مبروك يا ابراهيم. مبروك عليك الوراء يا سليم بيه. ما تقلقش، الموضوع حسن الضبع خلاص خلص، كلها كام يوم وهتلاقيه في الكلبش. كلبش؟ فاكر كلبش يا سليم بيه؟ انت بتضحك، دي كانت ايام سودة يا جدع. الحمد لله يا بيه، كفايه بس ان انا اتعرفت عليك. الحمد لله. خلي بالك من نفسك. ربنا يسعدك يا سليم بيه. ما تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك. فرح ايه ده؟ يبقى كله ظباط، مش هينفع اعزم مسجلين. برضه ربنا يا رب يبارك فيك يا بيه. تعالى بقى طمنهم لحسن هيجننوا عليك. الحمد لله. يا قلبي يا قلبي يا قلبي، الحمد لله على سلامتك كده. وحشتوني يعني.
مبروك يا سليم، بكرة الصبح تقدر تستلم شغلك إن شاء الله. شكرا سعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه، هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية. لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم، احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس. ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصة نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق في دي. يلا ربنا بقى معاكم في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم، مش عاوز تجيني عنك أي مشكلة. يا باشا وانا بتاع مشاكل؟ خلاص اتعلمت. طب كويس. بس انا بقى مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. اه طبعا كلنا لازم نتعلم، واولكم انا. انت عارف يا سليم انا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ انا ابويا كان ضابط في الداخليه. في الفتره اللي انا اتخرجت فيها من الكليه كان هو بيخدم في الصعيد في التسعينات، ايام موجة الارهاب والحاجات دي. وكان عنده ضابط تحته كان عنيف قوي، وابويا حاول كتير يرجعوا عن عنفه، لكن هو كان مصر، لدرجة انه ربى عداوات كتيرة قوي بين اهل الصعيد وبينه وبين الارهابيين، لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبة دي، اهلي وارهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المديرية، وخرج ابويا وخرج الضابط ده وراه، فتحوا النار ودارت معركة. ابويا اتصاب برصاصتين في ظهره، العمود الفقري، اتشل وقعد على كرسي، لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب والظابط التاني؟ اتصاب في رجليه، دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع لشغله، فضل يترقى ويترقى ويترقى لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ الحمد لله ابويا عايش، بس قاعد على كرسي، لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة. بس برضه معلش يعني انا مش فاهم اللي حصل ده ايه علاقته بيا. في الاول خالص انا كنت مصر اجيبك بايدي وبسناني واسلمك بنفسي، انك كنت بالنسبه لي نسخه مكرره من عماد. لكن لما اكتشفت براءتك اكتشفت انك نسخه مكرره من ابويا اللي دفع ثمن غلطه واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. لو عاوز ترد لي جميله بجد اوعدني انك لا تظلم ولا تساعد ظالم ولا اعمل مشاكل ولا تعمل مشاكل. مع السلامه يا سليم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟ راضي عني. طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم إننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي. الشر له ألف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري، ولحد يوم الدين هيفضل الصراع قائم ما بين الخير والشر. ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة. الحكاية ما خلصتش على كده.
الحكاية لسه فيها.